السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. أهلا بيكم في قناة يوميات أم إياد وشادية، بتقدم روتينات وفلوجات ووصفات أكل وحلويات، كل حاجة هنعملها مع بعض إن شاء الله، وخطوات للتنظيف. أول حاجة زي ما انتم شايفين كده معايا، يلا مع بعض نبدأ الروتين النهارده. زي ما انتم شايفين كده في اول الفيديو، ان انا بدأت الفيديو كده حطيت فطار، عملت لي كوبايه نسكافيه. انا كنت صاحيه مصدعه جدا بصراحه، فكوبايه النسكافيه لما بشربها بتعدل لي مزاجي شويه وبتعدل لي دماغي. فشربت كوبايه النسكافيه، وكنت مطلعه كده معلقه جبنه وشريحه من اللانشون، ومقطعه كده خيارتين ورغيف بلدي، وقعدت فطرت. اهم حاجه طبعا لازم افطر الاول، حامل او مش حامل يعني. الفطار حاجة مهمة جدا في بداية اليوم، لازم تفطري كده عشان تقدري تواصلي بقية اليوم بقى، اكل وشرب وعيال ومسيح وكنيس وترويق والمهام اللي وراكي. اول حاجة انا بعد الفطار كده قلت انا النهارده كنت هعمل محشي. ده روتين يوم الجمعه يا بنات، انا عارفه ان هو متاخر عليكم بس معلش. طبعا انتوا عارفين يوم الجمعه ان انا بعمل حاجه يعني غدوه كده تكون حلوه كده محترمه. مش بمشيها اكلات اقتصاديه بصراحه، لا لازم اطبخ كده اكل ايا كان هو، لازم اعمل حاجه يوم الجمعه كده. فقلت ان انا هعمل محشي. لما انا كنت روحت السوق يوم الاثنين اللي فات، كنت جايبه طبعا اللهم صل على النبي، كنت جايبه كوسه للمحشي وبتنجان وفلفل والكلام ده، فعملتهم يوم الجمعه يعني. انا هنا عملت قطعت كده بصلايه، ورحت بقى نزلت كده حطيت معلقتين من الدهن ومعلقتين من الزيت، وقلت بقى اشوحهم بقى كده دهن في قلب المحشي. والله العظيم انا بجيب طبعا للناس الجديده اللي بتدخل، انا عارفه الناس القديمه عارفه الكلام دوت ومش بكرره والله، بس في ناس جديده بتدخل بتستغرب. فكل اللي عملته ان انا بجيب الدهن بقطعه بس ليه كده بسيحه يعني، وبعد كده بشيل القطع اللي فيه دي بتبقى ساد كده ونشفت، بروح شايلاها وبعبيهم في برطمانات زيهم زي كاني بعمل سمنه يعني، وبيجمد معايا وباخده منه بالمعلقه كده. المهم ان انا حطيت معلقتين من الدهن على معلقتين من الزيت، شوحت البصلايه، نزلت بقرن شطه عليهم، فصين من التوم كمان، شد حلوهم كده معايا وبداوا يتبلوا. لما بيتبلوا بالشكل دوت بروح انا بقى نازله كده بعصير الطماطم عندي او صلصه الطماطم. طبعا انا كنت جايبه عدايه ومصلصاها وقلت لكم، فخلاص بقى مصلصاها، فكده بالنسبه لي اي اكله سهله بالنسبه لي. المهم سبكت بقى شويه، حطيت توابل ملح وفلفل اسود وكزبره وكمون. دي التوابل اللي انا بحطها في المحشي، ما بحطش حاجه تاني. بعد بقى ما خلصت بقى وخدعت، قورت البتنجان وقورت الكوس. طبعا انا كنت مقوره معاكم برضو في القناه دي وقناه تانية ومياد للوصفات البسيطه، اذا كانت دي ولا دي. بصراحه انا قورت معاكم بتنجان كتير وكوسه كتير عشان اوريكم للناس المبتدئه او الناس اللي متعرفش او الناس الصغيره، فوريتكم اكتر من مره ازاي نقور، فاختصرت الموضوع ان انا ما جبتش المقطع دوت. المهم كنت مجهزه الحاجه، قعدت حشيت كده، وعندي هنا لحمه سلقتها، وطبعا برضو وريتكم قبل كده انا بسلق اللحمه ازاي. بشوح اللحمه في معلقه سمنه كده، وبعد كده بروح نازله بالتوابل بتاعتها والبهارات، وبعد كده بروح نازله ببصلايه وطماطميه وقرن شطه. وبروح بقى بسيبها بقى، بسقيها ميه كده سخنه مغليه، وبروح سايباها تستوي. حشيت بقى البتنجان والكوسه بتاعتي، وكمان حشيت الفلفل. دي الاصناف اللي انا عملتها محشي من الشوربه طبعا اللي انا عاملاها دي لحمه ضاني. يعني حد كان بيضحي وكده وبعت لنا، خال جوزي يعني كان بيضحي وراح بعت لنا، فقلت هسلقها كده واسويها جنب المحشي، ناكل منها، والباقي كنت هعمله طاجن ان شاء الله. في الفيديو اللي جاي هبقى اوريهولكم انا عملته ازاي. المهم هنا بقى بعد ما خلصت وسويت الاكل وسبته كده جاهز، قلت وقت الغدا يبقى معايا الاكل جاهز. دخلت بقى قلت هروق اوضه الاطفال. هي متروقه طبعا، كلنا خارجين من عيد بتبقى الحاجه بتاعتنا مترتبه ونضيفه. كل اللي عملته بس ان انا كده قلت هغير الملايات بتاعه السرير عشان اتوسخت طبعا من العيد، والعيال زي ما انتم شايفين كده تنطيط ولعب يعني عليها. فقلت بقى هقوم بقى اروقها، وارجع بقى احط اشيل الملايات الجديده دي اغسلها، واحط بقى الملايات القديمه بقى، بحيث ان طبعا انا الفتره دي بعلم بنتي ان هي تستغنى عن البامبرز يعني، ما تلبسش بامبرز تاني. فاللي هو انا عماله بحاول معاها ان هي خلاص تستقر، ان هي تقول حمام وتخش الحمام وتعملش حمام على نفسها. الفتره دي فعلا متعبه، في الاخص ان انا في اواخر الحمل خلاص على الاخر. لكن الحمد لله بحاول واحده واحده ان انا اعودها،
وشبه يعني ايه شبه اتعودت، بس بيجي عليها وقت ممكن تكون نايمة وتعمل مثلا ايه حمام، فده بيبقى عادي بيحصل. فانا بقى الملاية دي والملاية التانية اللي انا هفرشها على السرير التاني دول كانوا بتاع اوضة النوم، وقلت لكم ان انا وديتهم لخياطه وفصلتهم على قد السرير اوضه الاطفال. قلت بدل ما اشتري لهم جديد، انا كده كده يعني ما كنتش عايزه الملايه دي تاني افرشها في اوضه النوم، ولا عايزه الملايه برضو اللي انا هفرشها على السرير التاني في اوضه النوم. ولا كنت عايزه دي ولا عايزه دي افرشهم خلاص يعني. بقالي 5 سنين بفرشهم، انا من ساعه ما اتجوزت مطلعه كام ملايه كده بفرشهم. بيجي بقى مثلا عليا في العيد بروح بقى ايه مخصصه كام ملايه كده ايه في المناسبات في الاعياد يعني. فلما باجي مثلا استغنى من القديم دوت اللي هو اتهلك معايا او مش حابه ان انا افشه تاني في اوضه النوم، بروح مطلعه ده واخد الجديد اللي انا كنت مثلا بركنه للمناسبات بخليه بقى خلاص كده ان انا ايه استخدام اليومي بتاعي. كل كام يوم افرش ملايه مع الملايات الايه اللي معايا، وبطلع جديد تاني اللي هو ايه افرشه بقى ايه في المناسبات، وماشيه بقى ايه بهذا النظام، بحيث ان انا احافظ على حاجتي ومهدرهاش مني جامد. وكل فتره احس بتغيير، وفي نفس الوقت بصراحه الظروف دلوقتي صعبه، الواحد مش حمل ان هو كل شويه يبقى عايز يشتري ملايات ومش عارف ايه، بيبقى فيه اولويات اصلا معاكي ان انتي تستخدميها او تشتريها او الكلام ده. فزي ما قلت لكم، قلت بدل ما اشتري ملايات اطفال لا احافظ على ملايات اللي هي بتبقى شكل بعض في مناسبات، في حد داخل عليا وانا بقى ايه افرش دول في الايام العاديه خالص كده ايه كده كده ايه اولادي صغيرين. عقبال ما يكبروا بقى هيكون انا ايه ان شاء الله ربنا كرمني والدنيا اتحسنت معايا. الواحد متفائل خير، فربنا يكرم الجميع ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه اللهم امين. فلازم توفري وتدبري كده وتبقي ناصحه وما تهلكيش حاجتك، وما يعني على قد ما تقدري ان انت تبقي محافظة على حاجة بيتك، حتى لو كانت هي قديمة شوية لكن هتنفع. زي ما انا بقولك كده في حاجات والله ايه بتنفع فعلا. عايزه اقولكم ان انا الفتره دي مطلعه حاجات كتير قوي من جهازي وعفشي لله يعني، مش عشان حاجه ولا بجيبت جديد، لا يعني مش جبت جديد جديد، بس اللي هو لما بلاقي مثلا انا جايبه طرحه بيضه وانا عندي طرحه بيضه وبلبس اللي هي البيضه اللي انا الجديده دي على طول، ما بلبسش القديمه، دخلت في شهر وشهرين وثلاثه، فبالتالي خلاص بروح مطلعاها طالما قعدت فتره ما بلبسهاش الحاجه وفي بديل عنها، فبروح مطلعها بقول غيري اولى مش لاقي ان هو يلبسها، فاهميني؟ بتعامل بقى بهذا الاساس وهذا المنطق بس. فهو ده اللي انا ماشيه عليه. ممكن تكون حاجات بسيطه جدا بطلعها، بس اللي هو ايه يعني بحاول قد ما اقدر ان انا ايه ما بقاش قافشه على حاجتي قوي وما اطلعش منها والكلام ده، طالما سليمه وممكن ان انا البسها وممكن غيري يلبسها. فليه ان في ناس يعني بتبقى ظروفها اقل مني، فانا الحمد لله راضيه بكل ظروفي وكل دنيتي، الحمد لله على كل شيء. بس اللي هو ايه خلاص طالما انا مقتدرة معايا من الحاجة اتنين والحاجة دي مش عايزاها او انا مش هستخدمها، فبروح ايه مطلعاها، فاهميني؟ فحاولوا برضو انتوا لو في حاجة زي كده طلعيها، واللي هو ايه لله، ربنا طبعا ايه هيعوضك طالما انت نيتك سليمة مثلا ومش نيتك حاجة وحشة، وبتطلعي مساعدة لله للناس مثلا محتاجة او حد معرفة او حد هيوصل لحد، فليه لأ؟ في هدوم، في اكل، في شرب، في حاجات مطبخ، في اي حاجة. في ناس كتير قوي بتبقى يعني ظروفها على القد. احنا ظروفنا مش احسن حاجة، وكل واحد بيسعى في حياته عشان يمشي لقدام، يمشي لقدام ويكون مساعدة ويزود دخله وي والدنيا اللي احنا فيها دي. عايزه اقول لكم ان انا بتيجي عليا اوقات صعبه قوي 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 والله العظيم، بس بقول الحمد لله الحمد لله انا احسن من غيري. في ناس كتير قوي يعني مش لاقيه اللقمه، انا الحمد لله بفضل الله رغيف العيش ده موجود عندي، حته الجبنه دي موجوده عندي، فبقول ايه الحمد لله على كل شيء بس. فاللي هو المهم بقى ايه دخلت بقى زي ما قلت كده على اوضه الاطفال، عشان طبعا انتوا عارفين ان انا بلم السجاد علشان خاطر ان انا اغسله قبل ما اولد واروح شايلاه وعيناه يعني. ومع اني والله تعبانه اول فتره دي مش عارفه هقدر اغسله ولا لا، مش عارفه هعمل ايه بصراحه. فالمهم ان انا ايه روقت اوضه الانتريه معاك وشلت السجاده برضو وسبتها كده بلبوسه عادي يعني. جو حر وكلها كام يوم وانا همشي وجوزي هيبقى في الشغل، فاللي هو ايه يعني اجي اكنس امسح كده على طول تبقى سهله عليا، وافرش ايه السجاده على نظافه، بدل ما اجي الاقي السجاد كله مليان تراب وابقى عايزه اغسله، ويبقى معايا عيل صغير بقى انتوا عارفين لما بيبقى لسه طفل مولود ما بينامش كويس وطول الليل ومعايا عيلين تاني وحضانه اياد، فاللي هو يبقى مدوشه قوي وتعبانه. فاللي هو بحاول قد ما اقدر ان انا في الفتره دي يعني ابص لقدام ان انا اريح نفسي بعد الولاده بس.
فانت كمان لو انت ربنا كرمك يعني وعلى وش ولاده وبتغيبي الفتره دي عند اهلك مثلا، حاولي ان انت برضو تنسقي الدنيا وتعملي كده. المهم ان انا بقى ايه، زي ما انتوا شايفين عملت السراير بقى، مسحتها ونفضتها كده برضو لو يكون فيها تراب ولا حاجه، والشباك نضيف برضو ما كانش فيه حاجه. وغيرت بقى ايه الملايات وفرشت اهو الملايات نضيفه، وكنست السجاده وشلتها، ورجعت كنست تحتها تاني، ولميت اللعب بتاعت الاولاد والاكياس والحاجات اللي هم بيرموها دي. وعندي هنا جبت جردل المسح، وعندي اللي هي المساحه الباركيه ديت، كنت غسلاها ونضيفه برضو منضفاها. وجبت بس كل اللي حطيته زي ما انتم شايفين كده كيس اللي هو اريال باهي، ده بحبه جدا في الغسيل وفي كل حاجه، بيرغي وجميل. حطيته بس كده ايه يعني يدي ريحه كده نظافه في قلب الاوضه، وفي نفس الوقت ايه يرغي معايا برضو لو في اي حاجه في الارض ينضفها لي يعني ايه ويمسحها. بس فزي ما انتم شايفين كده بصوا، هي الارض اصلا نضيفه والله وبتلمع لوحدها مش محتاجه. بس دخلت بقى ايه مسحت كده ما بين السريرين، ومسحت بقى الارض بالشكل دوت، والجنب التاني اللي عنده الدولاب. وكده كانت الاوضه معايا خلصت وبقت 100 فل و14. سبتها بقت سهله عليا بقى، يعني انا خلال اليومين دول اللي هو ايه حاجه اتدلقت سهله عليا في المسح، حاجه اتعملت كده حاجه اتعملت كده. بصحى من النوم بروح واخداها كده ايه في سكتي زي التويليت يعني زي الحمام، بروح كنساها كده واروح مسحاها وخلاص. واي ميه بقى ايه اللي هي زوايد مني بروح دلقاها على السلم، فاللي هو ايه اول باول كده ايه السلم بتاعي نضيف، والاوضتين دول نضاف ان شاء الله باذن الله. ابقى اشارك معاكم بقيه الشقه ان شاء الله المره الجايه، هيكون الصاله باذن الله، او ممكن المطبخ يا لا دي. المهم زي ما انتم شايفين كده بصوا الارض بتلمع لمع ازاي، يعني بصوا عايزه اقول لكم يعني النظافه على ما اعتقد باينه. دي الشنطه طبعا ان انا كل مره ان انا وانا رايحه عند والدتي بحط فيها حاجات، يعني اي حاجه كده مستلزمات البيبي او الاولاد او ليا افتكرها، او مثلا هدوم انا محتاجاها بروح حطاها هنا لحد ما اجي اروح عند والدتي اكون انا ايه الشنطه مليانه، بحيث ان انا ايه منساش. بعد ما خلصت بقى قلت ايه هقعد استريح انا مش قادره بقى. المهم ان احنا اتغدينا، يعني بعد ما خلصت الاوضه اتغديت وكان الاكل معايا جاهز. عملت ايه بقى، جبت طلعت لفه جلاش، عديت الورق بتاعها لقيته 16، اخدت 8 وشلت عين 8، يعني انا كده قسمت لفة الجلاش على نصين تمام. وبعد ما اخدتها قسمتها على نصين، رجعت فردتها بالشكل ده، وبقيت اطبقها مثلثات زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، واللي هي تبقى متورقة معايا على شكل مثلث. هعملها نظام حلو يعني مش هعمل جلاش حادق يعني. فزي ما انتم شايفين كده بروح مطبقاها بالشكل ده كده، واقطعها بالسكينه واسيبها. طب انتي مش المفروض تدهني بقى كل رق بسمنه ومش عارفه ايه والكلام ده؟ لا انا هقول لكم دلوقتي انا هعمل ايه، فيسهل عليكي وقت ويسهل عليكي ايه مجهود وكل حاجه، يعني الطريقه سهله جدا. طبعا انتوا شايفين الشيف شربيني معايا اياد عمال بيحط ايده كده وبيمسك معايا وانا بقطع اهو، بيحط لي هنا وبيحط لي هنا. دلوقتي حاطط لي الفرشه كنت جايباها عشان اسقل يعني اغطس الشربات قال الجلاش بالسمنه. المهم بطبق بالشكل دوت وارجع ايه اقسم زي ما انا بقولك كده، اطبق واروح قاسمه اطبق واروح قاسمه بالشكل ده، او بيطلع معايا بقى ايه مثلثات بقى كده مورقه. واكمل بقى ايه بقيه الكميه على هذا الاساس. زي ما انتوا شايفين اهو. هنا بقى بوريكم لو هي في ورقه متقطعه ولا حاجه انا بستغنى عنها بروح شايلاها مفيش مشكله، مش هيجرى حاجه يعني، بس بحيث ان انا ايه الورق كله يبقى زي بعضه. ما ينفعش ورق يكون متفرول مني ومقطع وانا عايزاها تكون مثلثات. واي زوايد بتطلع مني انا ما برميهاش، طبعا انا عملته معاكم اكتر من مره الوصفه اللي هي بتاعت ام علي ومنزلاها على قناه الوصفات ام اياد الوصفات البسيطه. فالجلاش دوت انا بحوشه كده اللي هي فرفتة واللي متقطع وزوايد وبواقي مش عارفة من كنت بعمل ايه، كل دوت انا بروح شايلاه بعينه يعني في قلب الفريزر. وباجي في مره كده مثلا عايزه اعمل طاجن ام علي بروح مطلعه، لان انا بعمل يعني الطواجن عندي صغيره فممكن اعمل 3 ممكن اعمل 4، فاللي هو ايه بروح لماهم كده وعاملاهم. بس بعمله بايه بقى، بعمله بواقي الجلاش معايا، بواقي سمبوسه بواقي عيش تورتيلا، الحاجات دي كلها عندك ملفيه، عندك رقاق، كل الحاجات دي كلها بتدخل في حلويات ام علي. يعني انتي لو انتي اصلا بتشتري من بره تفتكري هما بيعملوا لك بيعملوا لك حاجه مخصوص، لا ده هما بيلموا البواقي اللي هي زي دي وبيروحوا عاملينها. ولما انتي بتجيبيه في علب جاهز
بيكون معمول برضو من الجلاش او من اي ورق زي ما بقولك كده، الحاجات اللي هي المعجنات اللي زي دي، وبيبقوا محمصين، وانت يا دوب بتضيفي اللبن والمكسرات والحاجات دي او القشطه على حسب ما انت طبعا بتبقي مستخدمه اللي هو في عايزاه تعمليه بايه يعني، ده بيبقى حسب الرغبه طبعا. بس فزي ما انتوا شايفين كده انا بوريكم بقى ايه ده الاخر. فاللي هو ايه خلاص اخر قطعه. انا عملت كده صينيه كده زي ما هو الصينيه اهي، ما عملت كده كام واحده، قلت ايه حاجه بسيطه كده ايه وسهله وسريعه، وابقى عملت له حاجه حلوه يوم الجمعه. طبعا انتوا عارفين ان انا يوم الجمعه لازم اعمل حاجه حلوه بجانب وسط الاسبوع ده، ممكن مثلا لا قرص لا كيكه. القرص والكيكه ملهاش دعوه طبعا بالحلو خالص، القرص والكيكه دي حاجه تانية. بس انا الفتره دي ما بعملش عشان خاطر بس ظروف تعبي يعني، لكن لازم يوم الجمعة، مش لازم اجباري، بس اللي هو زي ما بقول لكم بتبقى اجازة جوزي، وطبعا انا ببقى طول الاسبوع ماشيها اقتصادي، فباللي هو ايه يوم الجمعة ده بروح عاملاها بقى ايه وجبة كده حلوة. بعد ما بناكل بيبقى فيه حلو نعمله، بيبقى فيه مثلا كوباية عصير لو متوفر، على حسب طبعا ظروفي ودنيتي فيها ايه. طبعا زي ما انتوا شايفين كده انا سيحت سمنه، سيحتها كده بس حاجه بسيطه كده على البوتاجاز، وبدات بقى ايه زي ما انتوا شايفين كده يعني بحط سمنه عشان الجلاش بتاعي يتورق ويبقى شارب من السمنه بالشكل ده، عشان ما يبقاش ايه ناشف من جوه ومش شارب سمنه يعني. ما تخافيش من السمنه دي، هو كلها السمنه دي كلها اصلا هيشربها، لاني طبقات الجلاش. بحطها في الفرن بقى على درجه حراره 200، والشبكة في النص، وهي بقى بتتحمر بقى ايه لوحديها كده ايه فوق وتحت. ممكن انت لو مش بتحمر فوق تشغلي الشواية شوية وخلاص. هنا بقى قلت عقبال ما هي تتحمر في الفرن اجهز الشربات بتاعها. حطيت كوباية سكر على كوباية مية، بس هو ده اللي انا حطيته. وبعد ما السكر بيدوب معايا بروح طافيه وبحط كيس فانيليا وبغطيها وبسيبها. بتطلع معايا صينيه الجلاش، بتبقى سخنه والشربات مثلا بيبقى معايا ايه دافي ومبقاش بارد قوي، وببدا ان انا ايه اسقيه. ممكن تعمليه تقيل، بس انا بحب في معظم الحلويات والحاجه، في معظم الحلويات والحاجه بتاعتي يكون الجلاش اللهم صل على النبي، يكون الشربات بتاعي خفيف شويه، علشان ايه انا بحب الحاجه تكون مقرمشه. بس فانا بحبه كده عشان يبقى مقرمش، اي حاجه بقى زلابيا بلح الشام جلاش بحبه يعني يكون كده عشان يكون ايه مقرمش وحلو. بس سقيته بقى بالشربات في نفس الصينيه، واسيبه بقى كده ايه يتشرب، واقلبه على الناحيه دي والناحيه دي، وبعد كده قدمته طبعا في الطبق ده حطيته كده. وقلت ايه وقت ما نيجي ناكل نبقى ايه ناكل مقرمش بقى من بره وطري من جوه، بصراحه طعمه تحفه. وجيت في اخر اليوم بقى كده روقتهم كده وروقت على حالهم، وعملت لهم عصير فراوله وصبيته كده، وكان يومي. ويا رب يكون عجبكم، وده الروتين سهل وبسيط. وما تنسونيش في اللايك يا بنات، وما تنسونيش في صالح دعائكم. بحبكم في الله، واشوفكم على خير في فيديو جديد، واتمنى لكم الستر والصحه والسعاده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.